صباحك ما يبدأش من غيرها. قهوتك بتظبطك، بتفوقك. بس إيه اللي بيحصل جوه جسمك بعد أول رشفة؟ هل فعلاً القهوة مفيدة؟ ولا إحنا بس بنخدع نفسنا بمزاج مؤقت؟ النهاردة هقولك العلم الحقيقي ورا فنجان القهوة، من أول المخ لآخر خلية في جسمك. القهوة مشروب المزاج ولا مشروب العلم؟ معلومات عن القهوة لأول مرة هتسمع عنها. القهوة بتحتوي على مادة اسمها كافيين. دي أقوى مادة منبهة موجودة في مشروب طبيعي زي ما شرحنا قبل كده. الكافيين بيشتغل عن طريق إنه يمنع تأثير مادة اسمها أدينوسين اللي بتخليك تحس بالتعب والنعاس. بالتالي بعد فنجان القهوة معدل التنبيه في دماغك يزيد، التركيز يتحسن، سرعة رد الفعل ترتفع، إحساس النشاط يعلى. لكن ده مش كل حاجة. بتحسن الأداء العقلي. دراسات كتير بتقول إن الكافيين بيزود التركيز، خاصة في المهام البسيطة. بتحفز حرق الدهون. الكافيين بيرفع معدلات الأيض بنسبة من 3% ل 11%. بتحسن الأداء الرياضي. بتزود التحمل وتقلل الإحساس بالتعب. بتقلل خطر بعض الأمراض زي الزهايمر، السكري النوع الثاني، الباركنسونز، أمراض الكبد. فيها مضادات أكسدة قوية. القهوة واحدة من أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي للناس. إمتى القهوة تكون ضرر على جسمك وصحتك؟ لما تشرب منها كتير جداً، أكتر من 400 ملي جرام كافيين في اليوم، سلاوة حوالي 4 فنجان قهوة. لما تشربها على معدة فاضية ممكن تعيج المعدة أو تعمل حموضة. لما تعتمد عليها بدل النوم الحقيقي، يعني تنام قليل وتعتمد على القهوة، دي وصفة للفشل الجسدي والعقلي. لما تشربها بعد المغرب، الكافيين يفضل في جسمك ساعات طويلة ويبوظ نومك من غير ما تحس. لو عندك ضغط عالي أو مشاكل قلب لازم تستشير طبيبك. طيب، أي هو أحسن وقت لشرب القهوة؟ وإزاي تشرب القهوة صح؟ أول فنجان ما يكونش أول ما تصحى، استنى ساعة بعد الاستيقاظ. أفضل وقت بين 9 صباحاً و12 ظهراً، أو بين 2 و5 عصراً. اشرب مية كتير لأن القهوة مضرة للبول. جرب تقلل السكر واستمتع بمذاق القهوة نفسه. خليك من 2 و3 فنجان في اليوم، مش أكتر. القهوة مش بس مشروب، القهوة علم. ولو فهمته هتستفيد من كل رشفة. خد قهوتك بعلم مش بعادة. وافتكر، مش كل فنجان بيفوق. في فنجان ممكن يخليك أضعف لو استخدمته غلط. لو عايز تعرف إزاي تقلل إدمان القهوة من غير صداع ولا خمول، استناني في الفيديو الجاي، وفي انتظار تعليقاتكم.